العيال زهقت من الطبيخ والمكرونه بتاع كل يوم. قلت بعمل لهم النهارده الوصفه القمر دي بدون عجن ولا تعب ولا مجهود، وطعمها حلو قوي واقتصاديه وعلى قد الايد، وبجد تحفه يا جماعه. لازم تجربوها. يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا كده مع بعض ونشوف الوصفه، ويا رب الطريقه تعجبكم. حضرت الطبق، ضفت فيه كوبايه ميه دافيه، ايدك تستحمل سخونيه الميه. هضيف عليها معلقه كبيره خميره فوريه ومعلقتين كبار سكر ومعلقتين كبار زيت، وهقلبهم كويس جدا لغايه الخميره والسكر لما يدوبوا معايا تماما. هنزل عليهم ببيضه، لو حابه تضيفيها تمام، مش حابه ممكن تستغنى عنها خالص، بس احنا بنضيفها يا جماعه عشان بتزود القيمه الغذائيه في الوصفه اللي بتعمليها. ومعلقه كبيره من الخل. قلبتها كويس جدا لغايه البيضه لما دابت معايا تماما. نزلت عليهم ب 400 جرام دقيق. طبعا الدقيق انا كنت نخلاه قبل ما استخدمه. ومعلقتين كبار حليب بودر برضو لو حابه تستغنى عنهم تمام. ونص معلقه صغيره من الملح بالمعلقه بقى. وهلم العجينه، وحضرت جنبيها كوبايه ميه دافيه، يعني لو احتجت سوائل هضيف منها، ما احتجتش يبقى خلاص. طبعا لميت العجينه كده بايديا ولقيت العجينه مش محتاجه سوائل وبتلزق في ايديا في الطبق، هو ده المطلوب. فضلت بقى اخبط فيها كده، مش هنعجنها زي ما قلتلك، بنخبط تخبيط كده لمده 7 دقايق لغايه العجينه ما تنعم معاكي بالشكل الجميل ده زي ما انت شايفه. هضيف عليها معلقه من الزيت وارجع تاني اخبط فيها لمده 3 دقايق، يبقى مده العجن كلها 10 دقايق لغايه لما تبقى معاكي كده. لو ايدك تعبتك وانت عماله تعجني فيها كده وتخبطي، غطيها بس بكيس تلاجة لمده دقيقتين وارجعي تاني اشتغلي فيها، هتلاقيها نعمت معاكي وبقت جميله جدا ومش هتاخد منك وقت طويل. تمام. دهنت وشها بالزيت وغطيتها وسبتها بقى تخمر. تعالي هنا على عين البوتاجاز. حضرت الطاسه شويه زيت وبصلايه دوب بس لونها يصفر. نزلت عليها بربع كيلو لحمه مفرومه. هفضل كده اقلب في اللحمه كده لغايه لونها لما يغير معانا. هنزل عليها بطماطميتين كنت بشرهم مبشره بدون القشره بتاعتهم، ومعلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الكزبره ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود. وفضلت اقلب فيها كده لغايه اللحمه استوت معانا وبقت بالشكل الجميل ده. هطفي عليها واسيبها على جنب. هنا طبعا العجينه بتاعتنا خمرت، دهنت ايديا زيت وهبطت التخمير وحطيتها بين كيسين تلاجة، يعني في كيس تحت اهو وكيس فوق. هبدا بقى افردها على قد الصينيه بتاعتي. الصينيه اللي هشتغل فيها النهارده مقاس 30 في 40، دهنتها بالسمنه وكنت خلاص فردت العجين، رحت جايه قلباها في الصينيه وفردتها كده بايديا تتفرد معاكي بكل سهوله زي ما انت شايفه. ابداي بقى شكليها بقى بصوابع ايديكي كده واعملي خطوط بالشكل ده كده. تمام. الصينيه كلها. وهاتي بقى اللحمه المفرومه وابداي بقى حطيها بين الخطوط اللي احنا عملناها بصوابع ايدينا. حطي اللحمه كده فيها وزقيها كده لجوه وانت بتحطي اللحمه بالشكل الجميل ده زي ما انت شايفه. تمام. خلصي الصينيه بتاعتك كلها بنفس النظام. هاتي بقى جبنه موتزاريلا او جبنه موتزاريلا على جبنه رومي الموجوده عندك، يعني عندك ميكس عادي يعني. انا كان عندي بقى جبنه موتزاريلا بس، رحت جايه حطاها كده في الخطوط اللي هي البيضه اللي هي العجين، حطيت كده عليها الجبنه الموتزاريلا بعيد عن اللحمه خالص، انا مش حاطه على اللحمه جبنه موتزاريلا. وجبت هنا معلقه حليب، رحت جايه بس دهنه الاطراف عشان الاطراف تاخد لون حلو كده معانا. وغطيتها، مش هسيبها تخمر، لا انا غطيتها عقبال بس هروح اشغل الفرن على درجه حراره عاليه. كنت مشغله الفرن من تحت بس، لو عندك مروحه شغلاه، ما عندكيش خلاص حطها في الرف الوسطاني، مش هتاخد معاكي وقت خالص. يعني بصي اقل، يعني قولي ربع ساعه. ربع ساعه وهتطلع معاكي بالشكل الجميل ده زي ما انت شايفه. اول لما تطلعيها على طول غطيها بكيس تلاجة وفوطه وسيبيها بس لمده 5 دقايق مش اكتر من كده عشان ما تعرقش. تلاقي العجينه جابت ميه كده فيها ميه، لا 5 دقايق بالظبط. هترد من حراره الفرن وهتطرى معاكي بالشكل الجميل ده وهتبقى تحفه. والجبنه بتمط وجميله جدا. بصي حاجه كده يا جماعه في منتهى الجمال، والله تحفه. قطنيه كده وخفيفه وهشه وجميله جدا. ان شاء الله هجربوها بنفس الطريقه دي وهتعملوها احسن مني كمان. يا رب وصفه النهارده تكون عجبتكم، وجزاكم الله كل خير حسن استماعكم ليا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.